دكتورة وصاحبة براند وملكة جمال مصر للمحجبات واقفة في ظهر شاكر محظور دلوقتي من أول لحظة اتقبض عليه فيها وقالت له أنا صديقتك وقت الضيق. يا ترى مين التيك توكر مروة حلمي وازاي اتشهرت وايه علاقتها بشاكر محظور دلوقتي وازاي كانت ملكة جمال مصر وهي محجبة وليه قلعت الحجاب وهل سابت الطب علشان اللايفات؟ مفاجآت كتير هنعرفها في الفيديو ده. قالت له انا صديقتك وقت الضيق وطلعت في لايف منفعلة اول ما عرفت خبر القبض على التيك توكر شاكر وده تسبب في بلاغ ضدها من محامي شهير. كلامنا هنا عن التيك توكر مروة حلمي، فيا ترى مين هي وايه علاقتها بشاكر وام عمر فراولة؟ كواليس كتير هتعرفوها معايا. مروة حلمي هي فراشة التيك توك وهي فتاة أحلام كل شاب، وشاكر قال إن يوم ما يفكر يتجوز فمروة هي البنت اللي فيها مواصفات فتاة أحلامه. مروة حلمي دكتورة ما سابتش الطب وبتشتغل الصبح في المستشفى وبالليل بتطلع لايفات. هي طموحة وعندها أكتر من موهبة وبتعشق هند رستم وكانت وش السعد عليها. مروة حلمي كانت ملكة جمال مصر في 2023 وكان عندها 28 سنة وقدرت تاخد اللقب رغم انها وقتها كانت محجبة، وكان صعب ان واحدة لابسة حجاب تاخد المسابقة وتفوز بيها، وبالفعل اخدت لقب الوصيفة الثالثة لملكة جمال مصر ده بعد منافسة قوية مع 29 بنت. وبعد ما خدت اللقب ظهرت في لايفات على التيك توك وبقت مشهورة ومفيش كام شهر وقلعت الحجاب وقالت انها نفسها ترجع تلبسه بس وقتها تكون قده. مروة مصاحبة كل التيك توكرز وكلهم اخواتها وكانت بتطلع في اللايفات مع اجانب والحظ حلفها وطلعت مع دكتور اجنبي زيها ونفس تخصصها، وساعتها الكل قال دول لايقين على بعض جدا وهو انبهر بجمالها وثقافتها. مروة وشاكر ما كانوش بيفوتوا لايف على التيك توك الا وهما مع بعض ودايما بينكشوا مع بعض. مش بس كده، قدرت كمان من اللايفات ومن شغلها في الطب انها تعمل براند لبس باسمها وكل التيك توكرز دعموها وكانوا بيشتروا منها وكل الستايلات اللي كانت بتعملها بتخلص اول باول. مروة اول ما سمعت خبر القبض على شاكر وما قدرتش تمسك نفسها ونزلت صورة ليهم سوا وقالت له انا صديقتك وقت الضيق وطلبت من كل متابعينها والداعمين انهم يدعوا له ربنا يفك كربه. وطلعت في فيديو بتدافع فيه عن شاكر بس الحماس اخدها وغلطت في الكلام وقالت ان الحاجات اللي مسكوها معاه مش بتاعته. وهنا المحامي ايمن محفوظ مسكتش وقدم فيها بلاغ وطلب التحفظ على اموالها والقبض عليها ومنعها من السفر، لكن هي ما طلعتش وما ردتش وتجاهلت كلامه وما طلعتش لايفات على التيك توك ورفضت تتكلم في الازمه من تاني وما ظهرتش من بعدها. ولغايه دلوقتي ما فيش اي اخبار بخصوص البلاغ اللي متقدم ضدها، ولكن هي واقفه قلبا وقالبا جنب شاكر ما هو رفيق المشوار والنجاح ونفسها يطلع النهارده قبل بكره. نفسها كمان المشكله بتاعت التيك توكرز تتحل والبرنامج يرجع من تاني بشاكر ومداهم. فيا ترى تفتكروا مصير مروة حلمي ايه بعد اللي قالته وهل ممكن يتقبض عليها بعد دفاعها عن شاكر؟ شاركنا برأيك في التعليقات.